السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص بقى، مش طالبة منك غير ان الفيديو ده ودانك في بقي كده سامعني وعينك على البورد متتشالش. ركز فيه كويس جدا جدا جدا، لان الفيديو ده كله ان شاء الله مش هيخرج منه جرامر الامتحان. الفيديو ده يشوفه سنة كام، من اول جريد 3 لغاية ثانوية عامة. تمام، ركز معايا كويس قوي قوي قوي. هتشوفه بقى قبل ما تنام، تشوفه قبل ما تنزل الامتحان، براحتك. المهم ان انت ما تخشش الامتحان الا وانت مذاكر الفيديو ده كويس، او على الاقل تسمعني فيه. يلا بينا. بسم الله. معلومة رقم 1، اول حاجة في السنتنس بتاعتنا بتيجي السبجكت اللي هو الفاعل، اللي هو I he she it you we they. طبعا ممكن يجيلك احمد، منى، علي، زعبلة، the cat، the wall، the school، ايا كان السبجكت اللي عندي. طيب لو لقيت الحاجات دي بعد السبجكت ركز معايا جدا، علشان دي مفتاح الحل بتاعنا. لو لقيت am is are was were، احنا كنا قايلين في فيديوز قبل كده ان كل بي بيحب الاي ان جي، اذا هيجي وراهم verb plus ing. طيب في حالة ان انا لقيت ان السبجكت ده مش هيعرف يعمل الفيرب ده، اذا هيبقى الفيرب ده past participle، وشرحت ده في قاعدة كاملة او في فيديو كامل، وقلنا القاعدة دي اسمها ايه. طيب لقيت عندك have او has او had، اذا المين فيرب هيكون past participle. يعني ايه past participle؟ طبعا ما ينفعش يبقى امتحانك خلاص ده فيديو الامتحان وما تعرفش يعني ايه past participle. يعني بس عموما هو التصريف الثالث للفيرب. يعني مثلا go went gone، am is are was were been. اوكي. طيب لقيت عندك في السنتنس can could shall should will would may might must، الحاجات دي كلها بيجي وراها الفيرب infinitive بدون اي اضافات. لقيت don't او doesn't او didn't او do او does او did في اول السنتنس، يبقى او اول الكويستشن برضو الفيرب وراهم infinitive. يبقى لقيت الفيرب فيه اي ان جي، بدور على الحاجات بتاعه الاي ان جي. ما ينفعش تحط لي بعد السبجكت على طول اي ان جي، ما ينفعش تقول لي she playing، they studying، ما ينفعش. طبعا بلس ان انا عندي اساسا verbs كتير بيجي بعديها اي ان جي، زي مثلا like hate enjoy can't stand، افعال الحس بقى والشعور والاستمتاع والاستمرار والبدء والنهايه continue finish begin و start والحاجات دي كلها. طيب الكلام ده امتى؟ في حالة ان انا السنتنس بتاعتي نهايتها فول ستوب. طيب لو لقيت ان السنتنس بتاعتي نهايتها question mark، يبقى انا ببدأ بالكلام ده كله. ما ينفعش اقول مثلا what you wear، لا لازم اقول what were you. يبقى اول ما الاقيه question افتكر على طول ان ال helping verbs دي او بعض يعني في منهم modal verbs هيكون ايه، هبدأ بيه السنتنس وبعدين هحط السبجكت. خلاص، المعلومة دي مهمة جدا جدا جدا، وهتسهل عليك أسئلة كتير جدا في الامتحان، وبراهنك ان انت هتروح الامتحان بكرة ان شاء الله هتلاقيها. يبقى am is are was were بعديهم الفيرب بلس ing او past participle في حالة ان السبجكت ده مش هيعرف يعمل الفيرب ده. have has had بيجي وراهم past participle. can could shall should will would may might must do does did او don't doesn't didn't بيجي وراهم كلهم الفيرب infinitive، يعني بدون اي يا مس ساره انا دخلت الامتحان ما لقيتش اي حاجه من اللي حضرتك قلتي عليها، ما لقيتش am is are was where can could shall should will would may might must ولا have has had ولا do does did، ولا لقيت اي حاجه من الحاجات دي. ده عايز الفيرب يكون بعد السبجكت على طول. حاضر، ما تحيرش نفسك. اذا الفيرب هيكون verb infinitive او بلس اس او ماضي اللي هو بيكون اللي هو الباست سمبل اللي هو بيكون فيه اي دي، او شاذ زي went مثلا، زي so، زي began، زي ate. طيب اذا لو انا ما عنديش حاجه هنا بعد السبجكت على طول هاجي اختار الفيرب infinitive زي play، او الفيرب بلس اس زي plays، او الفيرب الماضي زي played. خلاص. طيب معلش بقى سهليها عليا كمان اكتر، امتى اختار infinitive او بلس اس، وامتى اختار الفيرب past simple؟ والله يا سيدي لو لقيت حاجه من الكلمات دي هنختار الفيرب infinitive او بلس اس، وهقول لك في اخر الفيديو او بعد المعلومه دي امتى نختار infinitive وامتى بلس اس. الكلمات دي حفظناها برضو مع بعض في فيديو قبل كده. الكلمات كانت اللي هي always usually often sometimes ever never، مكانها فين؟ before the main verb. برضو ده سؤال مهم جدا في الامتحان. يقول لك مثلا I always play ولا I play always؟ لا I always play، لأن الكلمة دي بتيجي before the main verb. خلاص. يبقى تاني لو كان هنختار لقيت أي كلمة عندك من دول always usually often sometimes ever never. عندي كمان كلمات بتيجي في الآخر زي every،
every day, every month, every birthday, every Friday, on واليوم on Fridays. خلاص. لو عندي جدول مواعيد، مواعيد سينما، مواعيد قطر، مواعيد حصص، كل الحاجات دي بيجي معاها verb infinitive أو plus s. طيب امتى بختار يا مس سارة الفيرب الماضي ده؟ قالك هختاره مع الكلمات دي yesterday, last ago, in the past, in وتاريخ في الماضي. وقلنا yesterday اللي هي امبارح، last بيجي وراها الحاجة اللي فاتت last week, last Friday. ago الحاجة بتيجي قبلها بعددها، يعني لو أسبوع واحد هقول a week ago، لو أسبوعين هقول 2 weeks ago. in the past in وتاريخ في الماضي أي day، أي past date، أي تاريخ في الماضي in 2020 مثلا. خلاص. طيب اول ما تلاقي الفيرب الانفينيتيف ده وطالب منك النيجاتيف بتاعه هو انفينيتيف، شبه مين من الثلاثه هيلبنج فيربس؟ دو او داز او ديد، هو انفينيتيف اللي شبهه دو، يبقى اجيب له دو واحطها قبلها. بس خد بالك ان لو الكلمات دي عندي موجوده هتتحط كمان قبل الكلمات دي، يبقى don't always play. طب does اللي فيها الاس بنجيب لها doesn't. بس خد بالك ان انا من شويه قلت ان دو وداز وديد بيجي وراهم الفيرب ايه؟ ها، infinitive بدون أي إضافات. إذا doesn't هتشيل مين؟ هتشيل الإس. طيب played، قالك played هتعمل إيه؟ هتجيب لها مين؟ هنجيب لها didn't. و didn't هتعمل إيه؟ هتشيل الإي دي أو هترجع الفيرب الأصله، يعني مثلا بدل ما هي went هتخليها didn't go. خلاص؟ ركز كويس جدا جدا جدا، الله يبارك لك في الكلمات دي. بما إن إحنا بقى قلنا الكلمات الدالة دي، طيب في كمان حاجة ممكن استخدم معاها will. طبعا وقلنا لسه قايلين من شويه ان بيجي وراها الانفينيتيف. ايه الكلمات اللي هستخدمها مع ويل؟ اي حاجه بتدل على الفيوتشر. next Friday، next month. ممكن مثلا ان وتاريخ لسه قدام هيحصل، ان مثلا 20 مثلا 30. خلاص، اي كلمات بتدل على الفيوتشر. بالمره كمان امتى بقى بستخدم am، is، are والاي ان جي؟ لما يكون عندي كلمات بتدل على الاستمرار زي look، listen. عندي كمان now، وعندي at the moment، at the present. خلاص. وناو طبعا، يبقى اول ما اشوف now am is are والاي ان جي. always، usually، often، sometimes، ever، never verb infinitive او plus s. yesterday، last ago، in the past، in وتاريخ في الماضي يبقى past simple. ويلا بينا مع مجموعة. لا استنى، انت نمت ولا ايه؟ فوق بس معايا شويه كده، خلاص والله قربت اخلص. ناس كتير قوي عليهم السنه دي قاعده when، ودي اسهل قاعده ممكن تاخدها. when يا سيدي اللي فيها الاي بتحب قوي الاي دي، بتحب جدا الباست simple اللي هو عباره عن الفيرب اللي فيه اي دي او فيرب شاذ زي ما قلنا لسه من شويه زي played went والحاجات دي. طيب when اللي فيها ال W بتحب قبلها الحاجات اللي فيها ال W اللي هي was أو were، واحنا لسه قايلين ان was أو were بيجي وراها الفيرب ايه؟ ها، برافو عليك، بيجي وراها الفيرب ing. يبقى انا لو لقيت when في نص السنتنس بعديها هنختار past simple زي played أو went، وقبليها هنختار was أو were ing. مع العلم ان when من كتر عشقها للسيمبل ممكن يجي قبليها وبعديها. اقول لك مثلا when the light went out، لما النور قطع، my father came، بابا جه. ممكن اقول لك I was playing football when I fell down، لما انا وقعت، كنت بلعب كرة لما انا وقعت. عكسها بالظبط قاعدة while. while اللي فيها ال I وفيها ال W بتعشق حاجتين، ال was were اللي فيهم ال W والفيرب بلس اي ان جي. وخد بالك طبعا قبل الكلام ده السبجكت. ها، اذا السيمبل ده هيجي قبلها، يعني مثلا my father came، بابا جه while I was playing. فطبعا رنيني علقه وقال لي احنا في امتحانات وانت ما بتذاكرش ليه. مع معلومه رقم 4 من شويه، والكبار كمان والله عليهم القاعده دي السنه دي. قاعدة الكومباراتيف والسوبرلاتيف. أنا مش داخلة أشرح جرامر، أنا داخلة أفكرك بحاجات أساسية، تريكات كده لما تشوفها على طول تفتكر دي هتبقى فيه إيه في الامتحان. ذان صحابها، عايزاك تقول ورايا اللي أنا بقوله ده. ذان صاحبتها are more less. يبقى أنا أول ما ألاقي ذان على طول أروح أختار الادجكتيف اللي فيها are زي taller، أو more والادجكتيف الطويلة زي more beautiful، أو less والادجكتيف الطويلة زي less beautiful than. يبقى than صاحبتها مين؟ are more less، are more less، أي واحدة من التلاتة.
طب ده صاحبتها مين؟ est most least، وخد بالك ان est بتيجي في نهاية الادجective. the tallest girl أو the most beautiful. طبعا most و least و more و less بيجي وراها adjective طويلة زي exciting زي beautiful زي interesting. اوكي، يبقى ده صحابها مين؟ est most least. يعني ايه؟ يعني أول ما ألاقي than هدور على الادجكتيف اللي في آخرها er، أو هدور على more والادجكتيف، أو هدور على less والادجكتيف. وأول ما ألاقي ذا قبل يبقى هدور على الادجكتيف اللي فيها est أو most والادجكتيف الطويلة، أو least واللونج adjective أو الادجكتيف الطويلة. لا مش آخر، المعلومة اللي قبل الأخيرة. يلا بينا. قاعدة اف اللي بتسموها البعبع، وهي والله العظيم سهلة جدا وغلبانة وظريفة ومفيش في سهولتها. بص يا سيدي، عايزاك تقول كده الأغنية دي معايا: اف ومضارع والمصدر، اف ومضارع، ها برافو عليك، والمصدر، اف ومضارع والمصدر، اف ومضارع والمصدر. طبعا ما بحبش اتكلم عربي كتير في الشرح، بس انا الفيديو ده منزلاه كده كمنقذ سريع، ولكن القاعده دي بالذات احب اشرحها يعني انا حفظتها اصلا بالاغنيه دي زمان لما كنت قدكم كده. if ومضارع والمصدر، if و present simple will plus infinitive. if هيجي وراها طبعا السبجكت، هتلاقي الجمله اللي وراها على طول او جمله if على طول فيها verb infinitive او plus is. ده لسه قايلينه من شويه اللي هو مين؟ ها برافو عليك، اللي هو البريزنت سيمبل، اللي هو النيجاتيف بتاعه مين؟ don't او doesn't والانفينيتيف. اللي البريزنت سيمبل بتاع فيرب تو بي بتاعه ايه؟ am is are. اول ما تلاقي الحاجات دي، او have has طبعا، اول ما تلاقي الحاجات دي في الجملة الأولى بتاعة if أو في الجملة بتاعة if، على طول تروح الجملة التانية تختار الحاجات دي. لو ما لقيتش أصلا عندك subject يبقى هتبدأ جملتك بالفيرب الانفينيتيف. وللعلم أي sentence بتبدأ من غير السبجكت غالبا بتكون حاجة من اتنين: يا فيرب انفينيتيف على طول عشان هي امر، يا فيرب بلس اي ان جي، وفي الحالة دي بيكون اسمه جيرن. ودي مش عليكم كتير قوي السنة دي، الاكتر ان هو بيبدأ بالفيرب الانفينيتيف. يبقى اي سنتنس هبدأها بفعل هيكون الفعل انفينيتيف بدون اي اضافات. طيب لقيت عندي subject، لقيت عندي احمد منى علي زعبلة، يبقى هختار كان والانفينيتيف، او will والانفينيتيف، او may والانفينيتيف. يبقى اختار في الجملة التانية مين؟ كان will may والانفينيتيف. او ان انا اختار الجمله الثانيه present simple زي الجمله الاولانيه، لان دي بستخدمها مع الحقائق if و present simple. الجمله الثانيه present simple if ومضارع. يبقى if ومضارع infinitive، if ومضارع كان والمصدر، if ومضارع والمصدر، if ومضارع may والمصدر، if ومضارع. اتفقنا؟ طيب دي الحاله الاولى او الحاله الصفريه، والاولى انا دخلت لكم الاثنين مع بعض. طب تعالى اما نشوف مع الحاله الثانيه بقى. خلاص احنا خلاص سمعتها بقت طيبه، فشلنا الوش الشرير ده وحطينا الوش الكايند الجميل ده. الحاله الثانيه بتقول if والماضي would والمصدر، if والماضي would والمصدر. يبقى انا اول ما الاقي الجمله الاولانيه فيها ماضي الباست سمبل اللي احنا لسه قايلينه من شويه، اللي هو الفيرب بلس اي دي، او شاذ زي went او gone، سوري زي went او began او اي حاجه بقى شاذه بقى ate، خلاص، او didn't والانفينيتيف او was aware، على طول اجري اختار في الجمله الثانيه would او should. يبقى انا اول ما الاقي الجمله الثانيه فيها would او should اللي طبعا بيجي وراهم الفيرب انفينيتيف بدون اي اضافات، هختار في الجمله الاولانيه الباست سمبل، مع مراعاه ان كل السبجكت تقريبا في الحاله الثانيه بيجي معاها where. يعني هتلاقيني بقولك if I were، مش if I was، رغم ان احنا متعودين ان I بيجي معاها was. if I were you، لو انا عمال واحد قرفني وتعبان ومش قادر يا عم انا لو مكانك ما اروح للدكتور. if I were you I should go to a doctor. ما تزهقناش. المعلومة اللي قبل الأخيرة حاجة مهمة جدا 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 يا ولاد، هتسهل عليك 3/4 الامتحان بقى، ودي اللي أنا قلت لك في الأول هسيبها للآخر، بس أنا لسه أقول حاجة كمان وراه. أنت لو حفظت الأغنية اللي أنا هقولها دلوقتي دي، أنت معاك سؤال مضمون في الامتحان إن شاء الله. he she it دايما بيحبوا الاس. he she it دايما بيحبوا الاس. ياخدوا is، ياخدوا has، ياخدوا was، ياخدوا الفيرب بلس is. اذا احنا من شويه لما قلنا am is are تاخد is. طب تاخد was ولا where؟ ياخدوا was. طب ياخدوا have ولا has؟ ياخدوا has. طب ياخدوا الفيرب infinitive ولا الفيرب بلس is؟ ياخدوا الفيرب بلس is. يبقى he she it دايما بيحبوا الاس، ياخدوا الفيرب بلس is، ياخدوا is، ياخدوا has، ياخدوا was.
اخر معلومة وهقول لكم حاجة مهمة جدا 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 بعدها، فلازم تكملوا الفيديو للاخر. اخر معلومة هنقولها وهنقفل الفيديو وهنقوم ننام او هننزل امتحاننا وخلاص خلصنا، واقول لك بعديها باي باي. في سؤال الاوردر يا شباب، اوقات احنا خلاص عارفين ان الكويستشن بيتكون من WH word helping verb subject verb، بس ساعات كده يجيب لك كلمة جمع، كلمة بلورال او نون بلورال او uncountable، والاقي نفسي حالي للسؤال. يعني مثلا what did farmers have، السؤال كده ماشي، طب احط animals دي فين، طب احط environment اللي هو جايبها في دي فين، طب احط مش عارفه ايه، جايب لي كلمه كده بلورال انا مش عارفه احطها فين. اول ما تلاقي كلمه بلورال او كلمه uncountable والسؤال بوات ومش عارف تحط الكلمه دي فين، غالبا الكلمه دي بتيجي بعد وات، بيكون معناها ايه الحاجه اللي هما بيمتلكوها او ايه الحاجه اللي انت مثلا بتحبها. مثلا نقول what animals ايه الحيوانات did farmers have اللي بيمتلكوها الفارمرز. تاني، لما نلاقي كلمة plural noun أو uncountable أو noun، يعني خلاص الnoun عموما بنحطه فين؟ بنحطه بعد كلمة what animals, what songs, what subjects do you like, what animals did farmers have. يبقى الكلمة الجمع دي أو الكلمة النون دي عموما هتيجي بعد what، لأن فعلا لما بتيجي بتلخبطكم كلكم جدا وتبقوا عاملين السؤال كله صح والكلمة دي مش عارفين تحطوها فين. اخر حاجه عايزه اقولها لكم، والله العظيم النهارده قاعده بشتغل مع طلابي من الساعه 2 تقريبا لغايه الساعه 7، تمام، وتعبانه جدا وابني عنده امتحان بكره ان شاء الله، وقاعده برضه اذاكر معاه. بس والله العظيم وانا قاعده في الامتحان، قاعده في السيشن مع طلابي، بقيت عماله اكتب اي قاعده انا بديهم ليها تريكات، علشان ما بخلش عليكم بيها، وعلشان اي طلبه ما بتاخدش عندي او ما بتاخدش درس اصلا عموما تستفيد بالكلام اللي انا قلته دلوقتي ده كله. فمش طالبه منكم حاجه غير ان انا زي ما انا ما بخلتش عليكم بوقتي ولا بصحتي ولا بمعلوماتي ولا وفرت المعلومات دي لطلابي فقط، انتوا كمان ما تبخلوش بالفيديو ده، لان فعلا انا والله بعمله وانا بجد في اشد اوقات تعبي. انا في المراجعه ما بعملش اي شغل زياده غير شغلي. بس ارجوكم الفيديو ده نعمل له شير علشان يوصل لكل الطلبه. لو الفيديو ده وصل لكل الطلبه حقيقي هيبقوا ضامنين تقريبا سؤال الجرامر، لان انا يعتبر لميت الجرامر كله في الفيديو ده. فلو سمحتوا نعمل شير، شيروا الفيديو ده على جروبات المامز اللي انتوا فيها، انتوا 24 ساعه على جروب المامز ما شاء الله ما بتفصلوش. ابعتوا الفيديو ده على جروب المامز، نزلوه على جروبات الفيسبوك، على جروبات الماسنجر. عايزه كل الطلبه بالله عليكم، مش عايزه طالب يدخل الامتحان قلقان من الجرامر. على الاقل الناس اللي ما لحقتش تلم حاجة، او اللي لما متوترة، او الولاد الشاطرين اللي بيجوا بينسوا في الامتحان، او الولاد اللي مستواهم متوسط ومشكلة عندهم الجرامر، بالله عليكم عايزة الكل يدخل بكرة ان شاء الله الامتحان، او يدخل عموما الامتحان وهو مطمن. الفيديو ده مش لامتحانات، مش لمرحلة معينة، ده من جريد 3 لغاية يمكن من جريد 1 كمان، والله من جريد 1 لغاية تالتة ثانوي، مش لتجريبي فقط. الفيديو ده لكل المناهج وكل المراحل. اشوفكم ان شاء الله على خير، وما تنسونيش من دعوة حلوة. باي.